لو حياتك بايظه والدنيا واقفه معاك فانا اخيرا لقيت لك الحل. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنروح على اقرب موقف ميكروباصات ومن هناك نركب ونروح اي كون موازي، كون بقى كده يكون لذيذ والنسخ بتاعتنا هناك تكون عايشه حياتها، ومش بعيد نعمل زي فيلم سبايدر مان والفلوس تجري في ايدينا ونلعب بالفلوس لعب، او حتى نلاقي مننا نسخ تانية تكون غنيه وساعتها هنستلف منها فلوس. طب ايه هي اصلا الاكوان الموازيه؟ وهل فعلا في اكوان تانية ولا لا؟ اهلا بيكم، انا بلال. هل يا ترى في اكوان متوازيه؟ يعني هل ممكن يكون في قوى ارضيه تانية وكل كوره من دول عايش عليها ناس تانية زينا؟ طب سيبك ان ممكن يكون في منك نسخ تانية، هل اصلا وارد ان يكون في اكوان تانية زي اللي احنا عايشين فيه؟ بشر وحيوانات وجماد، وكمان تكون قوانين الكون ده زي قوانين الكون اللي احنا عايشين فيه؟ والحياه هناك هتبقى عامله ازاي؟ تعالى كده نفصص الموضوع زي السمك البوري. وتعالى برضه اكلمك على حاجه بتحب السمك الا وهي القطط. في بدايه ثلاثينات القرن اللي فات كان في راجل ابن حلال كده من النمسا، والراجل ده كان اسمه شرودنجر، والراجل ده كان عنده شغف ان هو يعمل اي حاجه. المهم في يوم لقى نفسه كده قاعد فاضي ما بيعملش حاجه، قال لك ما تيجي نعمل حاجه عظمه ب5 جنيه. وتعالى كده نتخيل تجربه لذيذه شويه، والتجربه دي اثرت في الفيزياء وغيرت شويه مفاهيم فيها، والتجربه كانت كلها ذهنيه مش اكتر، يعني التجربه بنعملها بس في ذهننا بس، مش ملموسه على ارض الواقع، لكن خلينا نتخيل ونقول النتائج بعد كده. المهم التجربه باختصار بتقول ان انت هتجيب قطه صغيره وتحط القطه دي في صندوق وتروح جاي قافل عليها، لكن مش هتحط القطه لوحدها في الصندوق. اولا هنحط مع القطه دي غاز سام جدا، وقال لك الغاز ده هيكون غاز السيانيد، واللي بالمناسبه هو غاز سام جدا، وكمان الغاز ده هيكون في حالته السائله. وجنب الغاز ده هنحط شويه يورانيوم مشع، وجنب الحاجات دي هنحط حاجه اسمها عداد جايجر او جيجر زي ما انت عايز تنطقها انطقها. والعداد ده اللي بالمناسبه وظيفته ان هو يقيس الاشعاع زي اشعه اليورانيوم والفا وغيرها وغيرها. وجنب العداد ده هنحط شاكوش جنب ازازه الغاز. طب ليه بقى كل الهري ده؟ المختصر ان اليورانيوم ده هيتحلل، وعداد جايجر ساعتها هيلقط الاشعاع بتاع اليورانيوم، وبالتالي هيطلع من العداد موجات او صوت، والموجات دي هتخلي الشاكوش يقع على ازازه الغاز السام اللي احنا حاطينه، وبالتالي الغاز ده يا اما هيتحلل والقطه هتشم ريحته، يا اما القطه بقى هتبقى غبيه وتشربه وتموت. يعني في كل الاحوال القطه ميته ميته. وحط وقت للتجربه دي وهي مده ساعه، يعني عبال ما اليورانيوم يتحلل ويطلع الاشعاع بتاعه. طب بعد الهري اللي هراه شرودنجر ده كله انا استفدت ايه؟ هل مثلا هو عايز يعرفنا ان هو جامد كده وبيلعب باعصابنا زي ما قلت لك من كام جمله فاتوا ان هو كان حاطط في دماغه ان هو عايز يعمل حاجه معينه؟ شرودنجر اثبت لك نظريه عمرو دياب انا عايش ومش عايش، وهو ده اللي بينطبق على حاله القطه في الصندوق، لان القطه وهي في الصندوق احنا لا عارفين هي حيه ولا ميته. نظريا القطه حيه وميته في نفس الوقت، لكن لو انت هتبص للموضوع بشويه عقل هتلاقي ان مفيش حاجه في الدنيا اسمها كده اصلا، مفيش حاجه اسمها كائن حي وميت في نفس الوقت. اي جسم او جزيء في الكون ده كله بيتكون من ذرات وبروتونات والكترونات، الحاجات اللي احنا خدناها في علوم تانية اعدادي دي، والحاجات دي بيكون ليها شحنه واحده، يا شحنه موجبه يا شحنه سالبه، ما ينفعش تبقى الاتنين مع بعض. هي صحيح الشحنه مجهوله بالنسبه لي لكن لازم تكون في حاله واحده بس. لكن لو بصيت لتجربه القطه فانت طول ما القطه محطوطه في الصندوق لو قلت لي ان هي حيه فانت كده صح، لكن لو برضه قلت لي ان هي ميته فانت برضه صح. كل اللي فات ده بقى فتح باب مهم جدا لحاجه اسمها ميكانيكا الكم، وده بقى حوار طويل عايز له حلقه لوحده. طب ايه علاقه بقى التجربه اللي فاتت دي كلها بموضوع الاكوان المتوازيه دي اصلا؟ اللي حصل انه العلماء خدوا التجربه دي وقال لك بس طالما الجزيئات والاجسام ممكن تبقى هنا وهناك في نفس الوقت، او على الاقل ممكن تكون في كذا حاله، طب ليه بقى ما يبقاش في ذره كربون مثلا موجوده في جسمنا موجوده هي بس في جسم حد تاني، او على الاقل الذره دي بحالتين؟ كوكب الارض اللي هو اصلا متكون من صخور وميه وجزيئات ضخمه جدا، هو في الاخر عباره عن ايه؟ مجموعه من الجزيئات والذرات جنب بعض. فوارد جدا ان جزيئات كوكب الارض يكون منها نسخ تانية في حته تانية في الكون، والموضوع فضل يكبر لحد ما بهوى، وقال لك بس في اكوان تانية حوالينا، وبنسبه كبيره الاكوان دي عليها نسخ تانية من البشر. ومش عايزك تفكر ان الموضوع كان ماشي كده بالبركه، ده طلعت نظريات كتيره جدا بخصوص الاكوان المتوازيه، زي ان مثلا الكون اللي احنا عايشين فيه ده عباره عن قاعة ضخمة جدا، وهي دي النظرية اللي انا جاي اكلمك فيها النهاردة. عشان تفهم الموضوع لازم تجيب الموضوع من اوله. في نظرية مشهورة جدا اكيد سمعت عنها اسمها نظرية الانفجار العظيم، ودي واحدة من النظريات اللي بتفسر لك الكون ده جه منين وازاي الكون حوالينا اتشكل بالشكل اللي احنا بنشوفه. باختصار كده النظرية دي بتقول لك ان الكون في بدايته تقريبا كده من حوالي 14 مليار سنة الا كسور كان كله متجمع في نقطة واحدة، نقطة بتتعاظم فيها الكتلة والكثافة، كتلة ضخمة جدا من المادة ومضغوط على بعضها بشكل
بشكل كبير، وكل حاجه كانت حوالين النقطه دي كانت عباره عن فراغ صامت، فراغ كبير وعظيم ما فيهوش اي حاجه من الماده. وفجاه مره واحده الكتله دي انفجرت، عامل مثلا زي ما انت بتكون بتملى بالونه بميه وتفضل تملى فيها تملى فيها لحد ما البالونه دي ما تستحملش وتنفجر، وكل الميه اللي فيها بقى تطرطش علينا كده في كل حته. نفس القصه حصلت مع الكون، فضلت اجزاء الكتله دي تتنطر في كل حته في الفضاء، والفضاء اللي كان ما فيهوش غير الهدوء فجاه بقدره ربنا بقى مليان باجزاء الكون اللي احنا بنشوفها دلوقتي. وبعد ما الكون هدي شويه والاجزاء اللي طلعت من الانفجار بدات تبرد بسبب جاذبيتها بدات تتشد لبعض، وده لان الاحجام ما كانتش متساويه ابدا، فاصبح الاجسام الضخمه ليها جاذبيه وبتقدر تشد الاجزاء الاصغر منها، ومن ساعتها بدات تتكون عندنا المجرات والنجوم والكواكب. وبسبب بقى قوه الانفجار العظيمه دي قدرت المجرات تبعد عن بعضها بسرعات كبيره جدا، وعشان كده مثلا لو حبيت تروح لاقرب مجره لينا فانت محتاج لملايين السنين. ودي كانت اشهر نظريه لبدايه الكون، واللي يمكن تكون صحيحه بنسبه كبيره، لكن ميكانيكا الكم ما سابتش النظريه دي في حالها وفضلت طول الوقت ان هي تطاردها. انت يا نظريه بتقولي ان الكون جاي من انفجار، طب ايه رايك بقى ان الكون ده كله محطوط في فقاعه كبيره؟ ومن هنا ظهرت نظريه فقاعات الاكوان المتعدده، وهي واحده من ضمن اشهر نظريات بتفسر لو في اكوان متعدده. النظريه دي باختصار بس عشان ما اطولش عليك بتقول لك ان بعد الانفجار العظيم واللي تم في وسط فراغ ضخم ومهول، كل حبه مجرات كده خدوا جنب لوحدهم، وقال لك ما حدش فينا ليه دعوه بالتاني، بمعنى ان كل مجموعه خدت لنفسها بالونه كده وقعدت مع نفسها، وجوه كل بالونه بيكون فيه النجوم والمجرات والكواكب، وكل حاجه عايشه في فقاعه بس لوحدها، وايه كمان ملهاش دعوه بالفقاعه الثانيه. والفراغ اللي ما كانش فيه غير كتله صغيره جدا اللي هي اتشكل منها الكون فجاه بقى مليان فقاقيع كتيره جدا جدا جدا، وكل كون واخد بالونه وعايش مع نفسه ملوش دعوه بالتاني، ومحدش يقدر ينط من بالونه للتانيه، وده بسبب فرق المسافات المهوله. يعني من الاخر كده الكون الكبير ده اتقسم لمجموعه اكوان صغيره، لدرجه ان هم شبهوا الفراغ اللي شايل كل البلالين دي بفوم البحر. قال لك بقى فضاء كده كبير ومليان فقاقيع شبه موج البحر. ولعلمك في نظريات تانية كتير بخصوص الاكوان المتعدده، لكن بصراحه الموضوع ضخم جدا وعايز له كذا حلقه، فلو عجبك الفيديو يعني ووصلت لحد الثانيه دي لايك بقى وسبسكرايب كده ودلعنا، وطبعا تقول لنا رايك في الكومنتات. اللي عاوز اقوله لك في اخر الحلقه انه وارد جدا يكون في اكوان تانية، ووارد برضو يكون في نسخ تانية منك على اكوان تانية، بس مش مهم ابدا ان انت تروح للنسخه التانية منك، المهم انت تكون ايه بنسختك اللي هنا.